سلام من الله عليكم أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائل التي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار الظهيرة. استهلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. تنظيم انتخابات مدراء الضواحي في قنداع. متابعة الآباء يسهم في تعزيز نتائج الطلاب. بحث أنشطة التأهيل المجتمعي في علب رعيل. مسلحون يخطفون عشرات الطلاب في الكاميرون. إيران تتهم إسرائيل بشن هجوم إلكتروني. وطالبان تحتل موقعا أمنيا على مشارف مدينة قزنة الأفغانية. أهلا بكم من التفاصيل. جرت انتخابات مدراء الضواحي في 17 ضاحية بمديرية قنداع. وأوضح مدير المديرية السيد عمر يحيى أن الانتخابات جرت في ضواحي محبار ولا عيتن ونفاسيت ومباتكلا وقنداع ودنقلو، وتتواصل في الضواحي المتبقية. وشكر مدراء الضواحي المنتهية فترة عملهم مناشدا المدراء المنتخبون الجدد لخدمة متفانية. وأكد المدراء الجدد المنتخبون على العمل لخدمة ناخبيهم بتفاني وشفافية، داعنا لتعاون المواطنين لإنجاز مهامهم. أعلن بأن الزيارة المنتظمة عبر المدارس إلى مدرسة ورسي كوالو بساوة للتعرف على أوضاع الطلاب وتقويتهم تسهم في رفع معنويات الطلاب وتعزز نتائجهم الأكاديمية. وأوضح مدير المدرسة الأستاذ قليد قرماي في اللقاء الذي أجراه مع لجنة الآباء والطلاب المدارس الثانوية في مديرية دقم حر، والذين قاموا بزيارة إلى المدرسة بسوة في الفترة من 2 وحتى 4 من نوفمبر الجاري، أن بناء عملية التعليم الجيد والطالب الكفو يتطلبان الجهود المنسقة والمتكاملة والتكاتف، فيما تعد العلاقة الجيدة بين الآباء والطلاب والمعلمين أساسية ورئيسية. وذكر الأستاذ قليد بأن مدرسة ورسي كالو استضافت خلال 16 عاما منذ تأسيسها أكثر من 200 ألف طالب، وهذا العام استقبلت من 103 مدرسة ثانوية من كافة أرجاء البلاد حوالي 13559 طالبا وطالبة، مشيرا إلى أن الهيكل الموحد إضافة إلى المعلمين الأوفياء والأعضاء والشركاء من أهم القيم التي تتميز بها المدرسة. في الختام ناشد الأستاذ قليد المدارس التي ترسل الطلاب إلى مدرسة ورسي كالو إرسال معلومات متكاملة بخصوص الطلاب ومنح اهتمام أكبر للمدارس التي تظهر فيها نسبة الرسوب ومساهمة الطلاب المنخفضة، ومتابعة كافة المدارس أوضاع ونتائج الطلاب، وتشجيع الآباء أبنائهم في كل المراحل، وإسهامات الشركاء ودعمهم لحل التحديات التي تواجه. وقدم الزوار آراء وتوصيات بناءة من ضمنها أن الزيارة المنتظمة عبر اللجان تؤثر إيجابا على الطلاب، مناشدين الطلاب للعمل الدؤوب مستفيدين من الفرص المتاحة لهم وتحويل الأرضية المهيئة لصالحهم. دعم مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية علاب رعيد عمال التأهيل في القرى لدراسة المصائب الاجتماعية في أوساط المجتمع والعمل لاستفادة المواطنين من موارد محيطهم. وأهب التقييم الذي جرى في إيدن بمشاركة عمال التأهيل في القرى والمؤسسات الشريكة إلى تعزيز دور عمال التأهيل لتمكين المواطنين المحتاجين عامة والمعاقين خاصة من الاستفادة من موارد المجتمع والمحيط. وذكر في المناسبة عن تقديم 29 عربة كارو بقيمة 580 ألف نقفة للمعاقين والأسر الراعية للمعاقين، وسيجري التأهيل بالدواب إضافة إلى تقديم الإعالة والدعم المجتمعي ل 927 أسرة شهيد. كما تم الخدمات الكاملة للمعاقين الحربة الذين يتم رعايتهم ومساعدة الطلاب المحتاجين ماليا وعينيا. ودعا الاجتماع لتعزيز مساهمة جميع الشركاء لضمان الرعاية الاجتماعية للمواطنين وتقديم الدورات التدريبية لعمال التأهيل الاجتماعي في القرى. نظم مكتب التعليم في مديرية مصوع دورة تأهيلية ل 77 معلما للارتقاء بقدراتهم خاصة معلمو المدارس الابتدائية. وتضمنت الدورة التأهيلية المنظمة من 30 من أكتوبر حتى 3 من نوفمبر لمعلمي اللغة والرياضيات أساليب التدريس واستخدام لوازم التدريس وإعداد وتنفيذ الخطط التدريسية
ومواضيع أخرى ذات الصلة. وقال مسؤول منسق التدريس في المكتب الأستاذ داوود منغستو أن التأهيل يعزز القدرات المهنية للمعلمين ويساعد لتحقيق الطلاب نتائج جيدة. من جانبه أوضح مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان أن الدورة التأهيلية تأتي مواصلة لجهود رفع قدرات المعلمين وتقوية العملية التعليمية، معربا عن ثقته لمساهمتها إلى جانب خبراتهم بتطوير نتائج الطلاب. وأشار المعلمون إلى أن الدورة ساعدت لتبادل التجارب والخبرات، مؤكدين العمل لتحقيق تقرير إيجابي في الطلاب. وتوجد في مديرية مصوع 26 مدرسة من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. إلى فاصل قصير مسمون وفيكم بالأنباء العالمية فلا تذهبوا بعيدا. أهلا بكم من جديد. خطف مسلحون 79 طفلا من مدرسة في غرب الكاميرون، وقالت مصادر محلية أن ميليشيات انفصالية مسؤولة عن الحادث. ووقع الحادث في مدينة باميندا بالإقليم الشمالي الغربي الذي يتحدث الإنجليزية. وذكرت مصادر عسكرية وحكومية أن الأطفال ومدير مدرستهم وسائقهم اغتيلوا إلى الغابة خارج البلدة، وأن الجيش بدأ تفتيش المنطقة. وفرض الانفصاليون حظر تجوال وأغلقوا المدارس في إطار احتجاجهم على حكومة الرئيس بول بيا الناطقة بالفرنسية بسبب ما يعتبرونه تهميشا للأقلية المتحدثة بالإنجليزية. وأكد متحدث عسكري حادث الخطف، لكنه رفض الإفصاح عن عدد المخطوفين، وقال أن الانفصاليين هم الذين نفذوه على الأرجح. وحمل المتحدث باسم الانفصاليين جنود الحكومة المسؤولية عن الحادث. اتهم وزير الاتصالات الإيراني إسرائيل بشن هجوم إلكتروني جديد على البنية الأساسية للاتصالات الإيرانية، وتوعد بالرد بإجراء قانوني. جاء ذلك بعد تصريحات لمسؤول آخر الأسبوع الماضي قال فيها أن إيران رصدت جيلا جديدا من فيروس ستاكس نت الذي استخدم لاستهداف برنامج البلاد النووي قبل أكثر من 10 سنوات. وقال محمد جواد وزير الاتصالات أن إيران ستتخذ إجراءات قانونية ضد إسرائيل أمام هيئات دولية. واكتشف فيروس ستاكس نت الذي يعتقد على نطاق واسع أن الولايات المتحدة وإسرائيل قامتا بتطويره في عام 2010 بعد استخدامه لمهاجمة منشأة لتخصيب اليورانيوم في موقع نووي إيراني سري. ووافقت إيران بموجب اتفاق أبرم عام 2015 مع القوى العالمية على تقييد برنامجها النووي، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخرج الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو بمساندة إسرائيل. احتل مسلحو حركة طالبان موقعا أمنيا مهما على مشارف مدينة قزنة بوسط أفغانستان يوم الاثنين، وقتلوا 13 من القوات الحكومية، مما يسلط الضوء على هشاشة وضع هذه القوات حتى في المناطق التي جرى تعزيز الدفاع فيها. وكان الموقع جزءا من حزام شيد حول قزنة التي تقع على الطريق الرئيسي بين العاصمة كابول وجنوب البلاد، بعد أن احتل الطالبان المدينة لفترة قصيرة في أغسطس في واحد من أكبر هجماتهم في سنوات. وقال عارف نوري وهو متحدث إقليمي أنه إلى جانب القتلى 13 أصيب 13 من قوات الأمن والحكومة المدعومة من الغرب في الهجوم. وقال المتحدث باسم طالبان زبيح الله مجاهد في بيان أن 18 من أفراد الشرطة قتلوا وأصيب 6، كما استولت الحركة على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة. أفادت دراسة للأمم المتحدة بأن طبقة الأوزون التي تحمي الحياة من الأشعة الشمسية المسببة للسرطان تتعافى بمعدل ما بين 1 و3% كل عقد بعد عقود من التآكل المخيف بسبب الكيماويات المضرة. ورصدت المراجعة التي تجري كل 4 سنوات لبروتوكول مونتريال الذي دخل حيز التنفيذ عام 1987 والذي يحظر الغازات الصناعية التي تضر بطبقة الأوزون الهشة، تراجعا على المدى البعيد لانتشار المواد التي تؤدي لتغلظ طبقة الأوزون وتعافي الطبقة الهشة. وذكر التقرير أن من المتوقع أن يغلق ثقب الأوزون في القارة القطبية الجنوبية تدريجيا ليعود إلى مستوى ثمانينيات القرن الماضي بحلول ستينيات القرن الحالي.
وقالت منظمة الأمم المتحدة للبيئة والإرصاد العالمية أن الأدلة التي قدمها المؤلفون تظهر أن طبقات الأوزون في الطبقة العليا من الغلاف الجوي تعافت بمعدل ما بين 1 و3% كل عقد منذ عام 2000. وصلنا إلى الختام، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، في أمان الله.